شو التعليق ديالك والتعقيب ديالك على هذا هو الذي ارفض ان يركب على التصريح، والذي ارفض ان كان هذا التصريح قديما ان يؤتى به في هذا بالذات ويرمى به على عواهنه. ولذلك قراءات كثيره، وهذا غادي يكون نوع من الخبث الاعلامي، لانك باش تجيب تصريح قديم جدا وتبرزه في هذه اللحظه كيكون فيه واحد النوايا سيئه. نوايا سيئه اعتبارا الى انه الفريق الوطني المغربي اليوم يعتبر من المرشحين، وبالتالي الى شفنا الخريطه ديال المسابقه المنتخب المصري قد يكون في طريق الفريق الوطني. هذا ما كيشكل ادنى هاجس. كون ان المنتخب المصري يكون هزمنا جوج المرات، هذه كره القدم، يعني يمكن كينجح في البطولات المجمعه، ولكن ملي كنا كنلعبوا دائما البطولات الثنائيه ما تنساش الى وقت قريب كان المغرب كيشكل عقده للمنتخب المصري. وحتى انه لما كنا غادي نلاقيو المنتخب المصري في 2021 راه كانت 80% من الاراء كتقول بان الفريق الوطني هو المرشح الاقوى للفوز، اعتبارا الاداء اللي كان عنده في البطوله في دور المجموعات. وبالتالي الفريق الوطني خسر ديك المباراه بسذاجه. وهنا فين غادي نجي باش نحط التصريح في سياقه الطبيعي، كيف ذكرت الاخوان المصريين، باش نحطه في السياق الطبيعي باش لا يركب عليه. هو تكلم على جزئيات وعلى تفاصيل وعلى تدبير للنتيجه. ونعطي مثال، في وقتين اجاد المنتخب المصري تدبير التاخر ديالو امام الفريق الوطني وحولوا الى قوه دفع رهيبه باش يفوز في النهايه بعد ما لجأنا للاشواط الاضافيه. الفريق الوطني للاسف اساء تدبير التقدم المبكر ديالو، بمعنى انه بغى يدبرها بطريقه رعناء. هما بروفوكو حكيمي، ضربوا مع حكيمي ومع الحدادي. انني نرجع منذ الدقه العاشره ندير الدفاع النازل ونلعب بالبلوك با ونبقى عرضه للهجومات المصريه. فبالتالي انا اتصور على انه عز الدين أناحي تكلم على بعض الجزئيات. اجي ما كنتكلموش حنا على الخبط التكتيكي عند الاخوان التونسيين، عند اللاعبين التونسيين نتكلموا عليه تنقولوا اتونسيون المنتخب التونسي لا سجل عليك راه يصعب عليك العوده، لانهم عندهم واحد المهاره رهيبه جدا في حمايه النتيجه، تدبير النتيجه. واعتقد حتى اللاعبين المصريين عندهم هذه الخصوصيه هذه، يعرفون على ان بعض المباريات ما كيكونوش فيهم الاقوى ولكن كيفوزوا. علاش؟ هذا هو السؤال. لماذا لا يكون فريق قوي وكيفوز؟ لانه كيعرف يدبر الفترات ديالو، وتعرف ايضا يتعامل مع الجزئيات ومع التفاصيل الحاسمه اللي ربما انا كنقول هاد التفاصيل الحاسمه راه هي اللي ما خلاتش المغرب يكون عنده اليوم 5 ولا 6 الالقاب على المستوى الافريقي. انا اقولها لك، نقولها لك، في بوركينا فاسو واش عباد الله نخسروا ديك المباراه امام جنوب افريقيا؟ شكون غادي نقول لك اكثر علاش غنمشي نربح منتخب مصر باش نتعرض لجنوب افريقيا. ثم نعطيك في 88 ديك المباراه الكاميرون، كيفاش نخسر ديك مباراه الكاميرون قدام الجمهور ديالي. ثم نعطيك مباراه مصر، كيفاش نخسر مباراه مصر امام 120 الف متفرج. كان الفريق الوطني افضل في مباراه سجل فيها طارق بوزيد، ما كان اللي يلعب تلك المباراه. ونزيد لك اشياء اخرى، فريق الوطن المباراه ديالنا امام تونس 2004 كنا انا الى الان برغم من الكفاءات واللاعبين الممتازين اللي كانوا عند المنتخب التونسي لا خلاف على انه حتى في المباراه اللي كانت فاصله من بوعزيزي، من بومنيجن، من كلايتون، من سانتوس، من جزيري وما الى ذلك، من رياض البوعزيزي، من خالد بدره، لاعبين ممتازين. ولكن هذاك الجيل اللي كان عندنا كان يستحق ان يكون بطل افريقيا في سنه 2004 لاننا فزنا على منتخبات قويه جدا في هذيك البطوله. فزنا على نيجيريا، فزنا على مالي، فزنا على البنان، فزنا على الجزائر 4-3-4. معناه ان لذلك انا اتصور ان هذه الجزئيات اللي تكلم عليها عز الدين أناحي نقصتنا عبر التاريخ الطويل ديالنا في علاقتنا مع وما خلفه جدل تصريحات عز الدين أناحي لاعب اولمبيك مارسيليا الذي تحدث عن المنتخب المصري. أناحي ما اكيد ان الجمهور المغربي شاف هذه التصريحات هذه، واللي رد عليها لاعب نونت الفرنسي مصطفى محمد في الندوه الصحفيه عندما تم سؤاله من طرف احد الزملاء المصريين الصحفيين. يعني منعم، واش قبل ما تحدثنا على هذه التصريحات هذه واش كانت من التايمينغ ديالها في الوقت المناسب ان عز الدين أناحي يطلق هذه التصريحات هذه؟ انا اسباب النزول ديال أناحي تحريت فيها، قالوا لي تصريح قديم
والتصريح قديم باش يتكشف هذا الحين شكون صاحب النوايا الحسنه اللي غيكشف التصريح في هذا الحين. حيت تنشوفهم منعم بعض المرات حتى اجراء الحوارات تيبقاو الصحفيين قابلين الحوارات ديالهم حتى الكان تيبقاو. لان ما بلغني بانه عز الدين أناحي لم يدلي بتصريح في خلال الكان، دلا به واحد الفتره قبيله. بغض النظر على هذا الشيء باش نكونوا موضوعيين حيت ما نكونوش قاسيين والاخوان في مصر كيتفرجوا فينا، ونحن هنا ننافح يعني على كل ما هو مغربي نضاربوا عليه، حنا نديروا البارشوك ونخليو عز الدين أناحي ابار ونتحملوا اي ضربات تجي ما كاينش مشكل. ولكن انا ضد لاعب يهضر على واحد المنتخب اللي ما كاينش في الجروب ديال الفريق الوطني. ولو يكون سؤال، هذا هو اللي شفنا النضج ديال الرومانسيس كيفاش كيتحدث. اولا باش نتحدث على المنتخب المصري دا 7 ديال لي كوب ديال لافريك كيدير لي كوفرون ولا كيلعب على ستيمولاسيون ولا كيمثل، هذه خصوصيه للمنتخب المصري. لان الرد اللي غيجي فسولو بالامس، وكان عندي لقاء مع زميل اعلامي اقدره انت تعرفه في داخل القناه ديال الاهلي، قال لي تم سؤال محمد مصطفى، هما سولوه ما بغاش يجاوب. محمد مصطفى قال لي انا ما سمعتش أناحي. الا قال أناحي هذه الهضره هذه التصريح ديالو في الندوه الصحفيه قال لي ما سمعتش بالحرف هذا الكلام. قال لي انا ما سمعتش أناحي. الا قال أناحي هذه الهضره يدير بحالنا ويدي الالقاب بالضربات الاخطاء وبالكرات الثابته وبهذه الجزئيات. ما قالش شي حاجه ديال اللاعب محمد، ولكن الاعلام المصري والبعض من القنوات المصريه هم اللي بالغوا، اصبحوا يخوضون في عز الدين أناحي والاسلوب المغربي ودخلوا في شي خصوصيات وربحناكم جوج مرات. وهذا انا اقول بانه قبل ما نعطي الكلمه للسي بدر الدين، حنا مع أناحي والستيل ديال المصريين هو هذا ما كاينش مشكل. ومن يجي السمطه ولا جاو في الربع النهائي نلعبوا معاهم وعاد نجبدوا. انا ضد اسباب النزول لا ديالنا لا ديالهم في هذا السياق، لان بغينا التركيز حنا على تنزانيا وعلى ما معناش في المجموعه يعني يمكن ناثروا عليهم بواحد الضغط اعلامي بكذا وكذا، ولكن هما باش نكمل أناحي ولد زويون. ولكن هذا العام دوزوا عام سيء، استغرق في السطوريات في الانستغرام يبعد، لان هذا العام أناحي راه دوزوا اسوء عام عنده امين. راه لعب مباراه واحده ديال الفريق الوطني مع البرازيل تضرب في مشط القدم وغاب، وعاود رجع مع بوركينا فاسو وطاح قال لك في الدروج وعيط الركراكي راه تضرب في الظهر وغاب. أناحي مع الفريق ديال مارسيليا قبل فتره ما كان عنده مشكل مع مارسيلينو، جا كاتوزو لعبوا. اذا عز الدين أناحي حنا بغي يرجع لنا داك أناحي ديال لويس انريكي، من اين اتى هذا الفتى وداك الشكل اللي كان عليه، يرد على المصريين بالصوره ديال لاكوب دي موند. اما التصريحات الاخرى فكنتمنى صادق اللعبه ديال الفريق الوطني ما يهضروش على شي منتخب اللي ما كاينش في الجروب ديال الفريق الوطني واللي بلغت الاصداء. يمكن لك تسول هذه المسؤولين الجماعيين نبهوا من هذا الشيء، لانه شوف بداوها بالشيبي مشاو الأناحي، ما بحال بدر الدين تي اونتيسيبي ويلعبوا معنا، وزعما المغرب غنديروا له هذا البيج غنطيحوا اللعبه ديال المغرب في البيج والبوليميك. والمصريين راه مولوك هادشي ديال الديبا صاحبي ديال الفو ديبا تيديروها ويجدون فيها متعه ويدعوننا للحوارات بهذا الشيء. ولكن حنا كنشوفوا باننا اليوم اعتقد بان عز الدين أناحي يجب ان ينأل هو لا غيره على الخوض لا في المصريين ولا في الخصوصيه ديال المصريين. منين نجيو نلعبوا مع مصر نهضروا ديك الساعه كيفاش ناخذوا الثار ديال الكهرباء وديال دوله ديال الملعب احيد جوج طريقتنا ارضيه الميدان هي اللي تكون يمكن لك تسول هذه المسؤولين الجماعيين نبهوا من هذا الشيء، لانه شوف بداوها بالشيبي مشاو الأناحي، ما بحال بدر الدين تي اونتيسيبي ويلعبوا معنا، وزعما المغرب غنديروا له هذا البيج غنطيحوا اللعبه ديال المغرب في البيج والبوليميك. والمصريين راه مولوك هادشي ديال الديبا صاحبي ديال الفو ديبا تيديروها ويجدون فيها متعه ويدعوننا للحوارات بهذا الشيء. ولكن حنا كنشوفوا باننا اليوم اعتقد بان عز الدين أناحي يجب ان ينأل هو لا غيره على الخوض لا في المصريين ولا في الخصوصيه ديال المصريين. منين نجيو نلعبوا مع مصر نهضروا ديك الساعه كيفاش ناخذوا الثار ديال الكهرباء وديال دوله ديال الملعب احيد جوج طريقتنا ارضيه الميدان هي اللي تكون